أهلا بكل مستمعي إذاعة الشرق الأوسط. معكم دكتور ياسمين المصري في برنامجنا فتش جواك. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الرحمة مع النفس، وإزاي القسوة الداخلية بتستهلك سلامنا النفسي. والنهاردة هنقرب أكتر من الصوت الداخلي اللي بيشتغل جوانا طول الوقت من غير ما ننتبه ليه. في ناس شكلها بيكون هادي جدًا وهي بتتعامل مع اللي حواليها، لكن جواها بيكون في كلام قاسي جدًا على نفسها، بتلوم نفسها بسرعة وبتقلل من جهدها وبتحاسب نفسها على أقل حاجة، ومع الوقت الكلام ده بيتحول لأسلوب حياة. الإنسان بيتعلم يتعامل مع نفسه بنفس الطريقة اللي اتعود يسمعها كتير، ومع الوقت الصوت ده بيبقى جواك حتى لو محدش قاله دلوقتي. عشان كده في ناس أول ما تغلط تقول لنفسها أنا فاشلة من غير ما تحاول تفهم إيه اللي بيحصل جواها. المشكلة هنا إن الصوت الداخلي ما بيقفش عندك بس، الطريقة اللي بتتكلمي بيها نفسك بتظهر تلقائيا في علاقتك مع الناس. يعني لو جواكي نقد مستمر هتلاقي نفسك حساسة زيادة تجاه أي ملاحظة، ولو جواكي لوم بشكل دائم ممكن تسمعي أي كلمة وكأنها هجوم عليكي حتى لو الطرف التاني ما يقصدش اللي فهمتيه. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه بسم الله وقولوا للناس حسنا. الكلام الحسن مع الناس بيبدأ من كلامنا الحلو مع نفسنا الأول، لأن اللي جواكي هو اللي بيوصل للي برا. فرق كبير بين إنك تراجعي نفسك بوعي وبين إنك تكسري نفسك باللوم. المراجعة الواعية بتفتح باب فهم، لكن القسوة بتفتح باب خوف ودفاع وإنكار. عشان كده في ناس بتدخل أي علاقة وهي طول الوقت منتظرة النقد أو الرفض أو التقليل منها. خلينا نجرب خطوة بسيطة النهاردة. خدي نفس عميق وخرجيه بأبطأ صورة ممكنة، وراقبي نفسك وقت الغلط واسألي نفسك بهدوء، لو حد غيري عمل الغلط ده هل هرد عليه بنفس القسوة دي؟ السؤال ده بيكشف لينا قد ايه احنا محتاجين للرحمة بنفسنا الأول. وافتكري دايما بداية الحكايات كلها جواكي، ركزي وهتكتشفي لوحدك. جربي النهاردة تبدلي جملة لوم واحدة بجملة فيها وعي ورحمة أكتر، وشوفي إيه اللي هيتغير جواكي ومع اللي حواليكي. شاركينا في التعليقات، يا ترى الصوت اللي جواكي بيدعمك ولا طول الوقت بيحاكمك؟ اسمعي الإجابة من غير حكم. لو حسيتي إن الصوت الداخلي تعبك ومؤثر على علاقاتك وردود أفعالك، جلسات الكوتشنج بتساعدك تشوفي الأنماط دي بوضوح وتبتدي تتعاملي معاها بشكل أهدى. الحلقة الجاية هنتكلم عن ليه أوقات بنراضي الناس كلها وبننسى نفسنا. وافتكري كل كلمة بتقوليها لنفسك إما بتبني سلام جواكي أو بتزود ضغط عليكي. اختاري الكلام اللي يساعدك تقربي من نفسك أكتر بوعي وهدوء. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. كان معكم دكتور ياسمين المصري في برنامجنا فتش جواك على إذاعة الشرق الأوسط.